أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أمل. وصفة اليوم بريوات ديال اللوز، ماشي بحال أي بريوات مميزين واللي إن شاء الله غادي تميزوا بهم على المائدة الرمضانية، واللي ذاقهم عندكم إلا وغيسولكم على سر هاد النكهة واللذة والتعليكة اللي فيهم. صراحة من ألذ وأروع البريوات اللي ممكن أنكم تجهزوهم لرمضان المبارك، تفرحوا بهم العائلة الأحباب والأصدقاء. نخليكم تكتشفوهم وتكتشفوا باقي التفاصيل. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. هنا عندي كيلو ديال اللوز اللي خويت عليه الماء المغلي، خليته على نار فقط لواحد المده ديال دقيقه، غير طلعت فيه الغليه. من بعد فسخت ليه الجلد ديالو، خليته ينشف ليله كامله. كنوضعوه في الطحان الكهربائي، كنضيفوا عليه جوج ساشيات ديال السكر بنكهه الزهر او الفانيلا بالزهر. ضفت شويه ديال المسكه الحره، تقريبا ديال 4 ديال الحبيبات اللي طحنتهم مع شويه ديال السكر. كنضيفوا شويه ديال المليحه. من بعد غادي نضيف هنا بالنسبه لكيلو اللوز فكتمشي مع نص كيلو ديال السكر. انا ما درتش نص كيلو كامله صراحه، لان شويه كنقص في الحلاوه، فدرت تقريبا واحد 400 غرام ديال السكر. كنوضعوا كلشي في واحد الطحان الكهربائي اللي كيطحن لينا مزيان مزيان، وكنبداو نطحنوا حتى هو على مراحل. كنبقاو نطحنوا حتى كتولي لينا بحال الشكل ديال بودره او دقيق اللوز على هذا الشكل. من بعد غادي نضيفوا عليه هنا 4 ملاعق كبيره من الزبده المذابه. طبعا الزبده كندوبوها حتى كيتحيد من هذاك الحليب. كنضيفوا ملعقتان من القرفه، وهنايا غادي نضيفوا 3 المعالق ديال المربى بنكهه البرتقال. وغادي نضيف هنا شويه تقريبا معلقه صغيره قشور ديال الحامض وقشور ديال الليمون مخلطين مع بعضياتهم، هما اللي كيعطيونا البنات واحد المذاق، واحد اللذه. صراحه هذا واحد السر اللي حتى الحلويات ما يغاديش يعطيوه لكم، لان فعلا كيفرق، كيعطي واحد المذاق لذيذ جدا. وضفت واحد 4 معالق كبار ديال ماء الزهر. وهنا غادي نعجنوا العقده ديالنا مزيان مزيان على هذا الشكل حتى كتعلك لينا، وهي ديك الزبده وداكشي والمربى هو اللي كيخليها تعلك بزاف. هو الكونفيتور يعني المربى كيخليها كتعلك وكيخليها بنينه بزاف وما كتنشفش لينا، واخا تبقى لينا مده طويله كيف ما كتلاحظوا معنا. بالنسبه لكميه المربى البنات، من الاحسن انكم تضيفوا 3 المعالق كبار، ما تنقصوش من كميه المربى. هنا صافي كندير واحد الكرات ديال العقده اللي فيهم 10 غرام، يعني كل بريوه فيها 10 غرام ديال عقده اللوز. باش كتجي عامره وكتجي يعني ملي كنعضو كنتذوقوا اللوز، ما كنتذوقوش غير الورقه. كيف ما كتعرفوا حنا في رمضان يعني غير مره واحده في العام اللي كنديروا هاد الشهيوات، البريوات اللوز، فيستحسن اننا نديروهم بواحد الطريقه اللي تكون مزيانه وتكون يعني نستمتعوا بهم حنا ونمتعوا حتى العائله ديالنا. صافي كنديروا هنايا العقده ديال اللوز في الطرف، وكنبداو نلويوها على شكل بريوه كما هو معروف، وكنلصقوها ببياض ديال البيض على هذا الشكل. ما نطولش عليكم الفيديو، الطريقه راها واضحه وسهله. بالنسبه لهنا انا استعملت الورقه اللي كتباع جاهزه عندنا هنا في البحرين. كتباع صغيره، عندنا الورقه الصغيره ديال البريوات الصغار، وعندنا الورقه اللي شويه كبر منها ديال البريوات المالحين. صافي كنديروا هنا العقده في الطرف ديال البريوه، كنطويو عليها على هذا الشكل. غير هو واحد النصيحه، ان حنا ملي كنلفوا ديك اللفه الاولى كنجيبوا العقده في الجناب باش كتجينا البريوه او داك المثلث عامر من الجوانب كامله، يعني ما كيجيوناش دوك القنيتات فارغين، كيجيونا عامرين بالعقده ديال اللوز، ما كيجينا حتى شي بلاصه خاويه. صافي وكنبقاو غاديين وكنطويو على هذا الشكل على شكل بريوه. وفي الاخر انا كنسدها بالبيض ديال البيض، ما كنسدهاش بالدقيق. صافي وكنساليو الكميه كامله، كنخليوها طبعا ليله كامله حتى كتنشف. ضروري البنات بغيتو تنجح لكم البريوات اللوز، يعني خدمتو ضيعتوا وقتكم ومجهودكم عفوا والمقادير، فمن الاحسن خليوها حتى تنشف ليله كامله. كنوجدوا الزيت ديالنا والعسل ديالنا. انا استخدمت العسل طبيعي، تقدروا تستعملوا البنات اي عسل متوفر عندكم، يعني اي عسل بغيتوه ولا اللي كتصايبوه في المنزل تقدروا تستعملوه. هنا كتكون الزيت ساخنه ولكن على نار تكون متوسطه. غادي نوريكم هنا او غنتقاسم معكم طريقه كيفاش تقليو البريوات باش كيجيو محمرين من جميع الجوانب، كياخذ داك اللون الذهبي تماما بحال اللي كتشوفوا عند الحلويات او بحال اللي كتشوفوا في المخابز الكبرى. السر باش كيجيكم البنات يعني البريوات محمرين وما طايبينش غير من جهه ومن جهه لا، هو اننا كنحطوهم في الزيت اللي كتكون سخونه ولكن على نار متوسطه. كنتسناو عليهم البنات حتى كيشدوا راسهم، ما كنجيوش نبداو نحركوا. كنتسناو على البريوات ديالنا حتى كنشوفوهم شدوا في راسهم شويه. كنجيبوا بحال هكا شي حاجه اللي تكون هكا مسنه ونبداو نحركوا
فيهم كنبقاو نحركو، كنبقاو واقفين عليهم كنحركو نحركو نحركو حتى كياخدوا اللون الذهبي. غير كيذهبوا كنحيدوهم ونطفيوهم مباشره في العسل. يعني ما تخليهمش البنات حتى يتحمروا بزاف، لانهم مازال ملي كنطفيوهم في العسل كيزيدوا يكملوا كيتحمروا مزيان. طبعا العسل بارد ماشي سخون، يعني العسل ما دافي ما والو. انا كيف ما خويته قدامكم مباشره غير كيتذهبوا ليا كنطفيهم كيف ما كتشوفوا في العسل. كيف ما شفتوا انا تقاسمت معكم جميع اسرار نجاح البريوات باش يعطيوكم اللون وكذلك النكهه واللذه والمذاق والسر باش يبقاو معكم مده طويله ما كتنشفش العقده وما كيخسروش لكم. هو كيف ما قلت لكم بالنسبه للعقده كثروا فيها شويه مربى البرتقال او مربى المشمش، كنديروا 3 المعالق كبار. تاني حاجه يستحسن بما اننا درنا بريوات وخسرنا فلوسنا يعني في اللوز وفي الوقت ديالنا، فيستحسن ان يعني ناخذوا واحد العسل اللي يكون ذو نوعيه جيده. ولو مره في السنه كناكلوا شي حاجه اللي هي شويه مزيانه وطبيعيه. صافي هنايا كنعسلهم مزيان كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. وكنكمل القلي ديالي حتى كنسالي الكميه كامله وكنخليهم البريوات البنات كنخليهم مرقدين الليل كامل حتى هما في العسل. ما كنجيش وكنصفيهم، بما انني كنقلي في الليل كنخليهم حتى لغد لي في الصباح. اول ما كنفيق كنمشي ليهم مباشره كنصفيهم من العسل وكنبدا نزين ليهم القنيتات او الجوانب ديالهم على هذا الشكل بالزنجلان. تقدروا كاين البنات اللي كيبغيو يزينوهم عفوا باللوز مهرمش او اللوز مقلي، اللي بغيتو نتوما التزيين كيبقى لكم على حسب الذوق. انا كيعجبوني الصراحه بهذا الشكل ديالهم. كنزين ليهم الجوانب ديالهم بزنجلان محمر على هذا الشكل كيجيو رائعين ما شاء الله، شهوه منهم. وصراحه واحد المذاق البنات مميز جدا. كنتمنى انكم تتبعوا جميع النصائح اللي عطيتكم والمقادير اللي عطيتكم كذلك لانها مضبوطه 100%، وكذلك طريقه كيفاش يعني تقليوهم وغتستمتعوا باحلى والذ بريوات اللي ما عمركم ما غتنسوهم، وحتى اللي ذاقهم عندكم عمرهم ما غادي ينساهم. ووصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يا رب الوصفه ديال اليوم تنيل الاعجاب ديالكم، والا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج باش تعم الفائده والاخوات يستافدوا حتى هما يفرحوا بها وليداتهم وعائلتهم. وبالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا في القناه ديالي كنرحب بكم، كنقول لكم اشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد. مع السلامه.